عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل حاجة معايا آسر ابن حفيدي ابن بنتي. هو اللي بيصورني النهاردة. احنا هنعمله ايه يا سوسو؟ هنعمله حاجة حلوة. قرايش. لا، مش هنعمل قراقيش. احنا الاول هنبتدوا بايه؟ هنبتدوا بالفطير بتاعنا. عايزين نفطرهم ايه؟ جايين عندي النهاردة كده وعايزين نفطروهم فطار حلو اللي هو بتاع الارياف دوت. فهنعمله ايه؟ هنبتدوا نعمله الفطير بتاعنا. يلا بينا. اول حاجة انا هبتدي اعملها. هنعمل السمنة اللي احنا هندهنوا بيها الفطير بتاعنا من يا جوه. مها يلا ممكن بينا. يا نعم. مها ممكن نجيب حاجة طويلة نحطها على الموبايل عشان طب اعرف اعمل معاك. طب ماشي. ابتدي يا سوسو. أمم. يلا، احنا ايه كنا عاملين الفيديو الاولاني فمش عارفه هو نفع ولا لا. ف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا النهارده الكابتن آسر حفيدي. احنا النهارده هنعمله حاجه حلوه انا وهو جاي عندي النهارده في الاجازه بتاعت نص السنه. فطلب مني ايه؟ فطير اللي هو المشلتت. انا عامله لكم بطريقه سهله جدا وحاجه خفيفه وحاجه اقتصاديه مش زي الفطير. طبعا احنا عارفين دلوقتي ان الدقيق غلا وكده. فهنعمل لكم حاجه والله العظيم هتعجبكم جدا جدا جدا. يلا نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه هنبتدي بايه؟ ما هنبتدي بالدهان بتاعنا اللي احنا هنعمله في الفطير. ايه هو اول حاجه جبناها معانا؟ علبه الزبادي ديت. انا عشان انا مش عامله كتير انا فانا عايزة هنعمل احط. ايه؟ طب ثواني حاضر. هنعمله ايه؟ هناخد نص الزبديه، مش واخده ايه الزبديه كلها اهي زي ما انتوا ايه شايفين. خلاص كده. خدت نص الزبدايه دي هتدينا طراوه فين؟ في الفطير بتاعنا. خلاص كده. وبعد كده انا كنت مسيحه الزبده ديت وكنت عاملاها قبل كده معاكم فرزها اهي. هناخدها كل ده هيتاخد وهيتحط على ايه؟ على النار. وعندي كنت عاينه في الفريزر حته سمنه بلدي فلاحي اهي زي ما انتم شايفين. هنحطها هي كمان ويلا بينا نروح نحطوها ايه على النار. هنسيحها وبعد كده نبتدي في الفطير بتاعنا. هاتلكم تاني ادي السمنه اهي بتاعتنا اهي بعد ما سيحتها. بس يا سوسو اهي السمنه اهي بعد ما سيحتها هنركنها كده على جنب. وهنروحوا جايبين ايه يا جماعه؟ هنجيبوا الجلاش بتاعنا. طبعا انتوا عارفين ان الدقيق غلا فانا قلت هنعملها بايه؟ بطريقه سهله بالجلاش بتاعنا. يلا نبتدي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش هعمل مكرونه بشاميل يا سوسو. لا احنا هنعمله فطير مشلتت. خلاص كده. هنروحوا جايبين طاسه بتاعتنا. انا عندي طبعا الطاسه دي اي طاسه انا بعملها ديت للفطير. الطاسه دي مخصوص عاملاها للفطير يعني. اول حاجه هنجيبها زي ما انتم شايفين. ثواني كده. طيب يا سوسو ثواني ناخده واحده واحده كده اهي. اول حاجه بناخده راق من الجلاش زي ما انتم شايفين اهو كده. نحط نصه في الطاسه ونص بره اهو زي ما انتم شايفين كده. ونقوم دهنينه بايه؟ بالسمنه بتاعتنا اللي احنا عملناها. ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده. والتانيه حواوشي. ايه يا سوسو؟ حواوشي. نحط التانية اهي عليها بردك. وهنروحوا ايه دهن. هما بيتهيألي بياخدوا من يعني الدوراية 4. ادي 2. انا جايبة نص على فكرة، نص كيلو جلاش اهو. كده جلاش كيلو. نص جايبة نص. وزي ما انتوا شايفين اهو. وهنيجي عند الرابعة اهي. انا طبعا نص كيلو جلاش ده قسمته على 2. هعمل فطيرتين 2 هعملهم خفاف مش هعملهم مليانين فاهمين. لو عايزين تعملها مليان يبقى واحده يعني نص كيلو ده تاخدوا منه 3/4. لكن انا اهو زي ما انتوا ايه شايفين. انا هزود بقى نص الكميه بتاعتي وهرجع لكم تاني كده. بعد ما عملت الفطيره بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين هتعملي بقى يا جماعه. هروحوا جايبين اللي هو اهو كده هنقفلها. كل ما هنقفل وهنقوم دهنينها بالسمنه. خلاص كده اهو يعني زي ما انتوا شايفين كده. شايف يا ياسر؟ اهو اهو كده. ونحط ايه؟ سمنه زي ما انتوا شايفين كده كده اهو. بسم الله ما شاء الله. والله هيطلع فطير احلى من اللي انتوا بتجيبوه من بره كمان. وبعدين الحاجه بقت غاليه ومولعه نار فربنا يرحمنا برحمته يعني زي ما انتوا شايفين كده. ايه ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انتوا وصلتوا معايا لحد دلوقتي لحد هنا يعني يا ريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا لي في القناه وكبروا القناه بيكم. القناه مش هتكبر الا بيكم انتوا المتابعين بتوعي وانتوا الناس العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو زي ما انتوا شايفين كده. ايه الجمال ده يا بنتي يا مها؟ ايه الجمال ده؟ طبعا انا من هنا انا عامله الحاجات دي عشان خاطر حفيدي. بسم الله ما شاء الله. طبعا انت حفيدي انت حبيبي. الكابتن آسر ده حبيبي. صح يا سوسو؟ صح.
اه طبعا، اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهنقوم ايه لمينها كلها زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما خدتش الجلاش بتاعي كله، لا. هتعملي ايه بقى هنا التكايه التانيه؟ رحت جايبه اهي ورقه كنت عيناها على جنب، وهنروح ماسكينها، ماسكين كده الجلاش بتاعنا اهو من تحت كده، وايه وهنروح ايه حاطينها عليه كده اهو زي ما انتوا شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عشان تطلع لنا فطيره. الفطيره اللي ايه اللي انا قلت لكم عليها اهي. ايه الجمال ده؟ نعم يا قلبي ما. عشان طب احنا بنصور يا سوسو عشان المتابعين بتوعنا لما يشوفونا يقولوا ايه الناس الحلوه دي، ايه الناس الجميله دي اهي. نقوم ايه دهنينها بالسمنه بتاعتنا والتركايه بتاعتنا اللي هي ايه الزبادي عشان تديها طراوه اهي زي ما انتم شايفين. وهنروح ايه واخدينها كده على الجناب عشان السمنه لما نحطها على النار تسيح. ماشي، ويلا بينا نروح على البوتاجاز نشوف هنعمله ايه. زي ما انتم شايفين اهي انا عملتها، لقيتها من تحت اتحمرت اهي. بسم الله ما شاء الله. فانا هعمل ايه بقى؟ هروح اجيب الصينيه بتاعتي وهروح ايه قلبيها زي ما انتم شايفين اهي. قلبتها هروح حطاها في الطاسه على الوش التاني زي ما انتم شايفين اهو. قلبتها على الوش التاني، هاخدها واروح احطها على ايه على البوتاجاز بتاعنا. ادي الفطيره اهي بتاعتنا لما طلعت اهي زي القمرايه. خليكم معايا انا هعمل الفطيره التانيه وهوريكم في الاخر هيبقى شكلها ايه. دي كده واحده، فاضل التانيه بتاعت نص لفه الجلاش. رجعت لكم تاني. ادي الفطيره التانيه بتاعتنا اهي مشلتته. بسم الله ما شاء الله. لما نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل ايه جنب منها شاي اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده يا مها، ايه الجمال ده، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين ايه ده مورقه اهي. بسم الله ما شاء الله عليها جميله، حاجه جميله جدا جدا. ماشي اهو زي ما انتم شايفين اهو. ده الفطير بتاعنا هو بالجلاش وكده بطريقه سهله جدا. واشوفكم ان شاء الله في قصه جديده من المطبخ من معايا ماما مها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.